كلنا سعداء وكلنا حزناء. الفرق بين النظرتين يا حسين بيبان لو احنا عرفنا طبيعة الناس اللي بصة. الناس في عين واحد تخين دايما هزيلة وخسة، وفي عين طويل القامة 1.5 متر. جرب تبص. مين أسعد الناس في الحياة تقدر تقول؟ هل هو هذا الشخص اللي عايش الدنيا عرض وطول، ولا اللي دايما ماشي واخد حذر؟ عشان كده صعب السعادة تكون في نظرك أمر مطلق، لازم تكون وجهة نظر. شاف الفقير شكل الغني من بعيد قال له يا بختك سعيد. شاف الغني شكل الفقير من بعيد قال يا بختك بسيط. شاف المغني المغمور المغني اللي واخد صيت قال له يا بختك بجمهورك. شاف المغني اللي واخد صيت المغني المغمور قال له يا بختك بتعرف تمشي في الشارع بدون ما الناس يبصولك. قال الكفيف للي شايف يا بختك، ويا بخت كل اللي شاف لون السما بالنهار. قال اللي شايف للكفيف يا بختك عشان ما شفتش فيديوهات القصف في الأخبار. قال اللي مات للي عايش يا بختك يا ريتني كنت أرجع هناك ثانية. قال اللي عاش للي ميت يا بختك ارتحت من القسوة اللي في الدنيا. قال اللي ما تغربش للي متغرب يا بختك، وياك دهب وفلوس وعز وجاه محظوظ يا عم يا ريتني كنت بدالك. قال اللي متغرب للي ما تغربش يا بختك عارف تنام بالليل في حضن عيالك. هو كده الإنسان، كائن غلس حشري دايما يبص على البعيد ويعمل زوم، ويدوس بنعل الجزمة فوق الورود عشان ماشي يبص فوق على النجوم. تقدر تلاقي السعادة جوه الهموم، تقدر تلاقي الهموم في قلب السعادة. بس اللي لازم كلنا نعرفه إن الحياة ملهاش بديل أو إعادة، وإن السعيد مش هو هذا البعيد اللي انت باصص ناحيته من زمان. ممكن تكون انت أسعد سعيد عشان في ليلك بتقدر تنام.